سمير غانم ولد في عام 1937 في محافظة الجيزة في مصر، وكانت له عائلة فنية حيث كان والده الفنان مصطفى غانم مدير المسرح القومي. درس سمير في كلية التجارة وعمل بجهة برنامج تلفزيوني، وفي عام 1957 انتقل إلى العمل في مجال الفن. شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والمسرحيات التي جعلته شخصية محبوبة ومعروفة في الوطن العربي. كما كان يعتبر أحد رواد الكوميديا في العالم العربي، وحقق نجاحا كبيرا في مجال الفن. عاش سمير غانم حياة عائلية سعيدة، حيث تزوج من الفنانة دلال عبد العزيز، وأنجب ابنيهما الفنانة عمر والفنانة منة. وفي عام 2013 تم تشخيص سمير بسرطان المعدة وخضع لعلاج شاق. وبالرغم من معاناته مع المرض، واصل العمل في المجال الفني وكتب مقالات في الصحف والمجلات حول تجربته في مواجهة المرض. وفي 2019 توفي سمير غانم بعد صراع طويل مع المرض، وترك وراءه إرثا فنيا كبيرا وذكريات جميلة للكثيرين في العالم العربي. عند وفاته تفاعل الجمهور والفنانون بحزن شديد، ونعواه كرمز من كبار فناني الكوميديا في الوطن العربي. وظلت ذكراه وأعماله الفنية تلهم الجيل الجديد من الفنانين. سمير غانم كان له دور كبير في تطوير الفن الكوميدي في الوطن العربي، وكان يتمتع بشعبية كبيرة واحترام كبير من قبل الجمهور والنقاد. ترك بصمة كبيرة في عالم الفن، وظلت أعماله الفنية تعرض وتذاع حتى يومنا هذا، مما يجعله يعتبر واحدا من أهم الفنانين في تاريخ السينما والتلفزيون العربي.